استدعى الأمر إن أنا أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة. ما يسيبوش يفضلوا في غزة، ما يجوش سينا ينوروا بس ما تجوش. يعني خليكم محافظين على المفتاح اللي انتوا بتسلموه من جيل لجيل، وان شاء الله هيجي يوم وان شاء الله فلسطين حرة، وان شاء الله هترجع لكم ارضكم وهي لسه معاكم طول ما انتوا عايشين بتكافحوا. نفسنا معاكم هنا من مصر. فستروا ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر. يا فلسطيني يا فلسطيني يا فلسطيني، دمك دمي ودينك ديني، دمك دمي ودينك ديني. ما في حل ما في حل إلا بتركيا المحتل، إلا بتركيا المحتل. افتح لنا الحدود، افتح لنا الحدود، احنا نفشخ اليهود، احنا نفشخ اليهود. قولي لي فلسطين. اقول لفلسطين كده كده انت حره وهتفضلي حره، وفي يوم من الايام هنحررك، وفي يوم من الايام الارض دي ارضك مهما حصل ومهما صوروا في التاريخ. كلنا عارفين ان الارض دي، هم نفسهم عارفين ان الارض دي ارض فلسطين وبيأوحوا، بس ليهم يوم. انا شايف حاجه جميله جدا. انا بكره، كلنا بنكره انا ما بكرهش في حد في حياتي اكتر ما بكره. اما يا كيكه مذكوره في القران، هم ليهم يوم، هم ليهم يوم، وطول عمرهم ماشيين قلقانين. الضرب اللي بيعملوه ده عشان هم عارفين ان هم كده كده ليهم يوم. الحياه باقيه واحنا باقيين واحنا معاكم يا فلسطين ان شاء الله. كده فلسطين النهارده إن نصر الله قريب، ومكتوبة في القرآن، وخلاص هي علامة، هي مسألة وقت مش أكتر وهتتحرر، وإحنا معاكم لحد ما تتحرر. ربنا معاكم. مصر حره وفلسطين حره، والدعم كله من قلوبنا لاهل فلسطين وغزه. معاهم وفي ظهرهم لحد آخر النفس. الله يرضيك. قولي بقى لفلسطين النهارده لو صوتك وصل لها. أقول ربنا يصبركم على الشهداء، كنا طبعا معاكم ومش هنسيبكم، ولو فتحوا لنا الحدود دلوقتي والله كلنا هنروح زي ما احنا كده، بس دي حاجة مش بإيدينا. ربنا يوفقهم، وإن شاء الله ربنا يمدهم بجند من السماء. اللهم آمين يا رب. إن شاء الله يعني، وإحنا معاهم في أي حاجة بأمر الله. حرة وإن شاء الله فلسطين موجودة، وإن شاء الله لا مكان لإسرائيل، وإن شاء الله الحق موجود، وإن شاء الله الأرض بتاعتهم، واحنا عاملين القضية الفلسطينية قلبا وقالبا. إن شاء الله. لو صوتنا وصل لفلسطين النهارده تحب نقول لهم إيه؟ يعني ربنا يكون في عونهم إن شاء الله ويفك كربهم، وإن شاء الله الكيان الصهيوني يقع في يوم من الأيام، وهيجي يوم بإذن الله ويتحاسبوا. إن شاء الله يجي اليوم اللي هنشوف فيها فلسطين حرة، وبإذن الله دعمنا مع أهل غزة يا رب، وربنا يعينهم. يا رب امين. تقول ايه بقى للاطفال والشباب اللي في فلسطين؟ ما تخافوش، شعب مصر كله معاكم، واول ما يفتحوا الحدود اول ناس هتخش لكم، والدعم كله جاي ان شاء الله. الله اكبر حبيبي. فلسطين ايه؟ اقول لفلسطين لو صوتي وصل لهم ان شاء الله بامر الله دمنا فداكم وروحنا واولادنا وكلنا فداكم بامر الله، بامر الله النصر قريب، وربنا ان شاء الله هيوحد العرب وهيوحد الجيوش وكل الامه العربيه بامر الله. وسلامة لاخواتنا في فلسطين. اثبتوا على القضيه يا رجاله، واحنا معاكم مكملين وفي ظهركم. تقول ايه بقى لفلسطين والشعب الفلسطيني النهارده؟ ما تسيبوش ارضكم يعني. الله اكبر عليك. ما يسيبوش يفضلوا في غزه، ما يجوش سينا ينوروا بس ما تجوش. يعني خليكم محافظين على المفتاح اللي انتوا بتسلموه من جيل لجيل، وان شاء الله هيجي يوم وان شاء الله فلسطين حره، وان شاء الله هترجع لكم ارضكم وهي لسه معاكم طول ما انتوا عايشين بتكافحوا، ونفسنا معاكم هنا من مصر. تقول ايه لفلسطين النهارده لو صوتك وصل لها؟ احنا الصعيد عموما دعم القضيه الفلسطينيه، وان ندعي ربنا ان الشهداء ربنا يرحمهم ان شاء الله، ويثبتوا على رايهم لاخر نفس، واحنا معاهم بقلبنا، وندعي لهم ان ربنا يوقفهم ان شاء الله مع بعضهم تاني وتالت. عايزك ترفع ده عشان ده لازم يترفع. جماعه فلسطين ومصر ايد واحده، ايد واحده، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. احنا بندعم القضيه الفلسطينيه وقت الجد. مصر شعبها جيش وجيشها شعب ان شاء الله. الرئيس السادات الله يرحمه قالها في خطاب في مره، واحنا عمرنا ما هننساها ولا عمر العالم هينساها. الولايات المتحدة تقيم جسرا بحريا وجويا تتدفق منه على إسرائيل دبابات جديدة وطائرات جديدة ومدافع جديدة وصواريخ جديدة وإلكترونات جديدة، ونحن نقول لهم إن هذا لن يخيفنا، ولكن عليكم وعلينا قبل أن تصل الأمور إلى نقطة لا عودة أن نسأل إلى أين وإلى متى؟ إلى أين ونحن خريطة الشرق الأوسط وليست إسرائيل؟
إلى أين؟ ومصالحكم كلها عندنا وليست في إسرائيل. أن ذلك لا يمكن أن يحدث بينما العدوان قائم ضد أمة عربية بأسرها تقع في قلب العالم استراتيجيا وتملك أهم ثرواته اقتصاديا. إن أي نسيان لهذه الحقيقة البديهية ليس تجاهلا فحسب، وإنما هو إهانة لا نرتضيها لأنفسنا ولا للعالم الذي يعرف أهمية وقيمة هذه المنطقة التي نعيش فيها. وعليه أن يعرف الآن أن هذه المنطقة قادرة على أن تمنح وأن تمنع.